مرحبا متابعي كفاح الأعزاء، فين غبرنا لأكثر من شهر. صراحة يبدو أن الكفاح قد انتهى. علاش؟ لأننا ببساطة وصلنا للقاع، رغم أننا نشوف أن المغرب الفترة الذهبية اللي خصو يستغلها بشدة. بعد خطاب العرش للملك شفنا كيفاش الإعلام الفرنسي والإعلام الألماني يتعامل بشكل إيجابي جدا مع الخطاب الملكي، والمغرب يحظى بتأييد. خلال خطاب العرش لم يتأخر الملك محمد السادس عن شكر المملكة المتحدة والبرتغال، الدولتان اللتان انضمتا إلى قائمة البلدان المؤيدة لخطة الحكم الذاتي. إذا دعوة صريحة إلى فتح حوار مباشر مع الجزائر تأتي في سياق جيوسياسي متقلب وتعبئة عسكرية صامتة تكرسها الجزائر لاعتبارات أمنية تراها ملحة. لكن ماذا عن الداخل؟ في الداخل هناك انتكاسة، كارثة. وصلنا للقاع، أحكام بلا قانون، بلا قانون تتحكم. تتحيد لك البطاقة مثلا. صحفي يتحاكم بالقانون الجنائي على نفس القضايا التي يحكم بها بقانون الصحافة. لماذا انتقائية مثلا؟ يعني متابعته أحيانا بالقانون الجنائي وأحيانا بقانون الصحافة والنشر. هذاك السؤال فيه النيابة العامة هي تعطيك الأسباب. هذا التضييق على المؤسسات القانونية المعارضة اللي الدولة في الداخل ما قدرش تستوعبها أو تخليها خدامة أو تتقبل خطابها، في حين الدولة والسلطات دايرة حرب مع يوتيوبرز كيعلنوا مباشرة أنهم قابلين، أنهم باغيين يجلسوا على الطاولة ويتفاوضوا فقط لأن الدولة كتفاعل معاهم. وأنا جالس وكنتفرج اللعبة ديال ايوا حبسوا ونشوفوا واش غنديروا. ياك المعلم، هذا لن يكون لكم الا ما كانتش شي حاجه جديه وشي حاجه على الطابله واضحه ومسائل واضحه. نسى باش كنهضر معاك كتحدي القوه دابا ديالي اللي كيعترف بها كلشي هو ان الشعب المغربي كله كيتبعني وكله معايا. ايوا دابا ملي مقتنع باللي جيراندو عنده قوه، باللي جيراندو غلبكم وباللي جيراندو عنده وزن، وتفاهم مع الاخرى. مؤسسات الدولة ومسؤولي الدولة عوض يتفاعلوا مع المؤسسات الصحفية فقط ويتجاهلوا الأشخاص. واش في أوروبا أو أمريكا مثلا تتفاعل الدولة مع اليوتيوبرز اللي كيحطوا نظريات عجيبة وغريبة على المسؤولين ويسبون ويشتمون؟ لكن هنا لا، المسؤول شاد تيك توك، وبمجرد أنه يشوف سميته وأن هناك شخص هنا أو هناك كيسبوا أو كيشتموا كينوض وكيسخر مواقع صحفية فيها ملايين المتابعين باش يسبوا ذاك الشخص اليوتيوبر، وكيمشيو المغاربة يقلبوا عليه شكون، وكتولي عنده ملايين المتابعين وكأنهم ما عارفينش القاعدة التي تقول أنه لا توجد دعاية سيئة ما دمت تذكر اسمي بشكل كامل. هو السحب الداخل من أي صوت معارض أو ينتقد بشكل مؤسساتي. سيطر أخنوش على الصحافة، قوانين القمع ومنع التبليغ على الفساد، وخلاو الساحة للخارج. ومن اللي ما بقى تا واحد كيهضر في الداخل ما عاد أشخاص يعدون على رؤوس الأصابع عندهم قضايا في المحاكم، وعوض الدولة ومسؤوليها يتعاملوا مع الصحافة المنتقدة ويعطيوها آرائهم ويردوا عليها بشكل مؤسساتي. ما بقى ليهم حد، بقاو مقابلين تيك توك واليوتيوبرز ديال الخارج. وإلا درتي النقد في الداخل ببساطة غادي تمشي للحبس بقانون أو بدون قانون. من المفروض أن جميع الأشخاص اللي كيهضروا أو كينتقدوا أو كيعلقوا على عمل المسؤولين والحكومة كلهم واخا ما يكونوش صحفيين يتحاكموا بقانون الصحافة ما دام الأمر يتعلق بنشر للرأي. لكن اليوم في المغرب اللي هضر ممكن يمشي للحبس وبالقانون الجنائي وما كاين غير 3 سنين 4 سنين. إذا ما عندنا كي نديروا نمارسوا هذا الحق ديالنا ديال حرية التعبير. وصلنا للقاع، غير الله يحفظ صافي. أيضا مسؤولين الدولة بدلوا هذه التظاهرات التي كان من المفروض يستفد منها المغرب إلى اللا قانون وردوها كارثة حلت على المغاربة. كأس العالم كأس الدمار، ما كاين غير شرد ورمي للشوارع بدون قانون، بلا ما يعطيوك التعويض الكافي يراعي عدد الأسر أو يسلموك دار قبل ما يجريو عليك للزنقة. اجي تقيد، خرج برا، سير كري، سير تلاح الزنقة وغرارة ليا الساروت نعطيك الساروت. هذه هي القانون. ارى الساروت نعطيك الساروت. عندك عامين ديال الكرا ولا 3 سنين ولا تتموت. ما كاين حتى شي حاجه معقوله. قالك 10 المليون لا بغيتو السكن تعطيونا 10 المليون ونعطيكم السكن الاقتصادي، وانا تنشد 20,000 ريال وعندي 5 نفوس وضرب 20 عام في الصحراء. حنا راك شرطتي اليتامى، راك بكيتي الارامل، راك صيفتي العيالات اللي عمرهم عرفوا الزنقه، صيفتيهم للزنقه وسمحوا في ولادهم للشنطيات باش يخلصوا فلوس الكرا. تدمير أسر وهدم منازل دون تعويض مناسب. أيضا أصبحنا تريتور إفريقيا، كننظموا الحفلات اللي ما بغات حتى شي دولة إفريقية تنظمها
والكثير منها فاتنا في مؤشرات التنمية البشرية وكيخليو لنا العبء المالي ديال هذه المناسبات منظم يا المغرب. وللأسف ما حناش قادرين حتى تكون عندنا كولسة حقيقية باش على الأقل نحميو راسنا غير من الظلم. كيجيو وياخذوا لنا الجوائز من عقد دارنا والقجع ما كاين غير خلصها، والمواطن المغربي مازال مرمي في الجبال. انت السي اخنوش السي الوزير اللي كيقول 47 خيمه هي اللي بقات. ها انت ها الدوار ديالنا بحال مقسيين. بناء أكبر ملعب في العالم ومرافق رياضية على أعلى مستوى ومقر الفيفا وربما من جيب المغرب، فلم يذكروا كيف تم تمويله، في حين كيتشطروا مع ناس الحوز ومع ناس الجبال اللي كانوا باغيين غير الريزو، وبمجرد ما وصلوا عند العامل تحل مشكل الريزو والطبيب في يومين. علاش ما تحلش من قبل؟ فقط لأنه ما كانتش أولوية. اليوم جميع المناطق المغرب حتى منطقه في المغرب ما كتعاني من العطش. من عذابه عاد الحراره يعتقل فالحراره كيكفيناش والحراره. واش دابا في الحراره ما نقدروا حنا نمشيو واحد الخلاء المراه ما حقش عليا نمشي نسقي دابا في الحراره هذه. هاد القضيه كيقطعوا الماء اسبوع ما كايناش بلادنا. تجي الماء السقايه كيجي بعد ساعه مره في السيمانه مره في السيمانه ما كافيناش. باش نتفاهموا عليها ما نبقاوش بطبيعه الحال كاين الصبيب كنقصوا منه، يعني انا خدامين على حسب ملي منطقه كنتحدى شي واحد يقول لي كاين شي منطقه اللي ما كيوصلهاش الماء ما كايناش كافيناش الماء، ودابا كنعانيو من الماء بزاف. وكيتشطروا مع المواطن المغربي اللي مرمي في الجبل واللي كيشد الدعم كيطيروه له لأتفه الأسباب. مشكل عاد تيقطعوا لي 500 درهم ديال الدعم وانا عاق سبعان ديالي. انتم اخوتي المغاربه. أما الدعم للفيفا وكأس العالم والملاعب ماشي مشكل. إسبانيا والبرتغال اللي كانت ديجا عندهم بنية تحتية كبيرة ما باغينش يصرفوا بزاف وطالقين الرخص والترخيص للمواطنين من الطرف اللي باغيين يديروا مشاريع. داكشي علاش كاينه منافسة كبيرة وكاين أسعار منخفضة. في المغرب شاد المناطق زوينة كتلقى فيها ترخيص لمقهى أو مطعم، والباقي كيبقى غير مشدود وما يعطيوش رخص للناس، ولو يتسبب الأمر في ركود كما حصل في الشمال مثلا في طنجة على سبيل المثال التي تشهد ركودا عقاريا تاما، شلل تام. الناس ما كتبنيش، الناس ما كتخدمش، المدينة جامدة فقط لأن بعض المسؤولين حاطين يديهم على كل الأراضي وما خصهم يعطيو الترخيص إلا البواك صاحبي أو المول الشكارة، وعوض ما يطلقوا السوق بتراخيص واضحة سواء في البيع والشراء سواء في الأسواق سواء في المقاهي. بعض الدول الأوروبية تجد فيها بائع متجول، أما إذا مشينا للبلدان النامية كالبرازيل والهند سنجد فيها أن البلد كله عبارة عن سوق شعبي تقريبا، يخلوا المسكين يبيع ويشري باش تكون هناك حركة وتقلال البطالة. أما هنا ما كاين غير عكر وزين ونقي الشارع وهدم، وخا يكون هذا على حساب المواطن اللي ما غادي يلقى فين يبات وغادي تشردو، أو على حساب البائع اللي ما غادي يلقى ما يوكل ولادو، واللي هدر أو انتقد أو جبد صفقات أو مسؤولين بالاسم يمشي للحبس بلا قانون. القوانين مبهمة فيها نصوص قانونية قابلة للتأويل بشكل كبير جدا غير دقيقة، ممكن تمشي للحبس على حاجة دارها شخص آخر بشكل قانوني. مثلا طوطو يطلع في مهرجان تحت رعاية الملك ويكتب سلقوط ودوس في دوزم كعبارة عادية، ولكن بدأت العبارة يتحكم على صحفي بسحب البطاقة وخا هو ما نشرش. في ذاك الحالة كان هو مجرد كيعطي تصريح لمواقع صحفية أخرى، وألف باء ديال القانون خصهم يهضروا مع الناشر. ولكن بلا قانون غادي نحيدوا لك البطاقة، وبلا قانون ربما تمشي للحبس، وبلا قانون اليوم غادي نقمعوكم وتسكتوا. الرسالة اليوم لينا غادي نقولوا لكم اليوم أن حتى القانون ما غاديش يحميكم، وأننا قادرين نأول النص القانوني الغير دقيق أو حتى وإن كان دقيق بطرق فجة صادمة كترسل رسالة أنه ما كاينش قانون. وصلنا للقاء إخواني أخواتي. أيضا أخنوش واللوبي ديالو كيهدد البلاد، يا إما نحكموها يا إما نريبوها. طاي وبالعلالي. شتي إلا بقيتوا تابعيني هذا قريب وهذا لو دو تيير ديال لي زونتربرونور والناس اللي كيشتغلوا كلهم كنعرفوهم ما يخدم حتى واحد في البلاد. حنا خصنا نربحوا الانتخابات، وأسوأ ما يمكن يوقع لا قدر الله ويجي شي واحد مورانا ويوقف هادشي، كارثه وطنيه. فرقشوا كل شيء. كان المغاربه يظنون انهم فرقشوا غير الاغنام، لكننا اكتشفنا انهم فرقشوا الادويه، فرقشوا المشاريع العقاريه، فرقشوا كل شيء. هذه الحكومه تمتاز بواحد الحاجه، كل وزاره عندها فيها الفرقشيه ديالها. الفرقشيه وصلوا حتى عندكم انتم ولا البيع والشراء في لي ديبلوم. فرقشوا حتى كاس العالم وكاس افريقيا باش يستافدوا منهم غير هما. فرقشوا حتى الدعم اللي كتاخذوا المصلحات الخاصه اليوم، وزادوا فرض الضرائب على المواطنين اللي كيدخل شي فرنك كيديو له منه النص، ولا المواطن المغربي خصو يخلص ارقام مهوله ديال الضريبه
في حين ما كيستافدش حتى من تعليم مجاني في المستوى أو صحة مجانية في المستوى. في أوروبا المواطن ممكن يؤدي 40% من الدخل ديالو كضريبة، ولكن رد البال راه ما كيخلصش التعليم ديال الدولة أحسن من التعليم الخاص، وما كيخلصش السبيطار ديال الدولة أحسن من الكلينيك. هنا تخلص 20 و30% وأكثر ديال الضريبة وتزيد تقري ولدك بالفلوس أو تخليه يضيع. وإلا مرضتي المرض كيتسبب في إفلاس أسر مغربية، لأنك إلا ديتي اللي عزيز عليك المستشفى عمومي كتديه للمجزرة أو غادي تحس من بعد وكأنك قتلتيه بالإهمال. مخرجيني وانا مهرس على المغرب. شوفوا محمد السادس قال لك مستشفى محمد السادس. إذا المغربي في الحقيقة إلا حسبتي له التعليم والصحة فقط وزدتي هذا على الضريبة اللي كيخلص وعلى التضامن الأسري والحمل اللي كيهز على الدولة، غادي تلقاه كيخلص 70% و80% ضريبة. وهذا ما يفسر علاش المغاربة فقدوا كل مدخراتهم وعلاش نسبة الفقراء زادت والطبقة المتوسطة تدمرت. إنهم يدمرون البلد، يدمرون الوطن. هناك انتكاسة داخلية، ممنوع التبليغ على الفساد، حماية الفاسدين وحماية اللوبيات والتكتلات والاحتكار. راح وصلنا للقاع. هذه هي الحقيقة اللي خصنا نتعايشوا معها. رأيكم، هل نستمر أم أنه لا فائدة من ذلك؟ إلى اللقاء.